السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده بإذن الله طالعين بفيديو جديد، بس كالعادة قبل ما بنبدأ الفيديو بتاعنا بنصلي على رسول اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لو انت عروسة وبتجهزي يبقى الفيديو دوت ليكي، ولو انت أم عروسة وبتجهز يبقى برضو الفيديو دوت ليكي. الحاجات المنسية اللي احنا دايما كلنا بننساها، حاجات رخيصة من 5 جنيه و10 جنيه و3 جنيه، بس لو حطيناهم وعديناهم وحسبناهم هتفرق معانا كتير، وفي بعض احيان كلنا بننساهم. يلا بينا نخش على الفيديو بتاعنا عشان ما اطولش عليكم ونشوف احنا جايبين ايه معانا في الحاجات المنسيه للعروسه. اول حاجه معانا الليف دوت. الليف دول التلاتة كانوا ب5 جنيه، دلوقتي مش عارفه الصراحه هم بكام. اهو انا جايبه التلاتة دول، وجايبه زيهم يا حبايبي 3 تاني اهم. انا كده جايبه من اللهم صل على النبي. جايبه من الليف دوت كده 6 اهم. بعد كده يا حبيبي معايا الكيس دوت اللي هو بتاع الشرابات اللي بيتحط في الغسالة الاوتوماتيك، او الغسالة اللي هي بتتفتح من فوق، بنحط فيه الشرابات او الحاجات الداخلية. دوت من الحلو اللي هو مش بيمط في. بص يا حبيبي اهو ده طبيعي، انما في يعني بيمط قوي كده بيتقطع. ده عادي حتى لو مط، اهي دي مطته اهو دوت. اهو يا حبيبي شكله معانا اهو بالصوصة بتاعته اهو دوت شكله. دوت الكيس ده انا كنت جايباه ب7.5 دوت. هنشوف مع بعض ايه تاني. بعد كده يا حبايبي معايا الليف دوت اهوت. اللي هي الاسبونج ديت. دي اللهم صل على النبي للالمونيا، هنشوف شكلها مع بعض. اللهم صل على النبي. هو الكيس فيه 2، في الاسود والاخضر دوت. انا جايبه لها منه تاني هنشوفه. بعد كده اهو اهو التاني، الكيس التاني برضو في برضو دوت برضو فيه 2 اهو. ادي واحده وادي التانية، يعني الليف دوت اهو انا جايبه لها منهم 4. بعد كده بقى يا حبايبي معايا الحاجات اللي دايما بننساها. دول بكر خياطه. اللهم صل على النبي. ديت اللي هي البكره اللي هي الكبيره، مش البكر الصغير. انا جايبه من الكبير دوت، وباذن الله هجيب لها بقى بقيه الالوان. وفي علبه كده هي بتبقى تقريبا فيها بكر الوان وخيط وحاجات زي كده، باذن الله هجيبها لها. دول انا بجيب التلاتة ب10 جنيه، كنت بجيبهم من السوق. دلوقتي بقيت الواحده تقريبا ب10 جنيه من دول. كنت بروح السوق وبجيبهم. او جايبه لها اللون دوت، وجايبه لها ده، وجايبه الاسود ودوت اهو الاسود اهوت، وجايبه البني. الحاجات دي حبايبي ما بتخسرش معانا، ان احنا بنجيبهم وبنركنهم في قلب كرتونه. بلم الحاجه ديت، بعد كده بتعد معايا انا مبلغ. يعني بعد كده، والحاجه طبعا لما كنت جايبه دول التلاته ب10 جنيه، دلوقتي بقت الواحده ب10 جنيه، في فرق. هنشوف ايه تاني مع بعض. بعد كده يا حبايبي من الحاجات اللي هي المنسيه معانا ابر الخياطه ديت، ساعات احنا بننساهم. فانا كنت جايبه ديت اللهم صل على النبي ب7.5. دي كانت ب7.5، دلوقتي معرفش هي بكام، او ب5 جنيه تقريبا، حاجه زي كده. هي فيها ما شاء الله ابر كتير اهي. وبعد كده الباكت ديت، الورقه دي كنت جايباها ب3 جنيه. زي ما انا قلت لكم الحاجات ديت انا بجيبها من زمان وبشيل. فكل لما بتنزلي السوق حاجه ب5 وحاجه ب10 وحاجه ب20 بتفرق معاكي كتير. بعد كده يا حبايبي، بعد كده معايا دوت اللي هو بتاع الحبال. انا ما جبتش الصراحه اللي ديت بس، فمش عارفه انا اذا كنت هجيب تاني ولا هستكفى بديت، لسه مش عارفه. اهي ديت معايا بقى يا حبيبي. اللهم صل على النبي. الليف دوت للكوبايات او للجرانيت او للتيفال دوت، عشان ما اجرحش الجرانيت والتيفال اهو. اللي هي السنجه كده اهي، هطلعها من الكيس. اهي يا حبايبي شكلها معانا اهي ديت اهي. ديت زي ما انا قلت لكم للكوبايات وللجرانيت وللتيفال عشان ما تجرحش. انا جايبه لها منهم 3 اهم يا حبيبي. انا جايبه 3
من الليف دي. هنشوف ايه تاني جايباه مع بعض حبايبي، ايه جايبينه مع بعض تاني في الحاجات المنسيه. اللهم صل على النبي. دول كده حبايبي هم لفتين مع بعض هم ناعمين قوي. دول الاتنين مع بعض، دول تقريبا كانوا الاتنين ب10 جنيه كنت جايباهم اهو. هنشوف ايه تاني مع بعض. اهي حبايبي ديت اهو شكلها. هي بتتلزق على السيراميك من هنا كده، بتتلزق على السيراميك، ودوت الشكل بتاعها. ديت انا جايباها لها للمطبخ. هنشوف ايه تاني مع بعض. بعد كده بقى يا حبايبي معايا ديت اللهم صل على النبي، بيتحط فيها الليفه او بيتحط فيها الصابون زي ما احنا شايفين شكلها. انا كنت جايباها ب22.5. دي انا جايباها لها للمطبخ. هنفتحها ونشوف شكلها. بعد كده يا حبايبي معايا دول اهي الصبانات الصغننه اللي هو شكل القلب دوت. ديت ممكن تتحط في المطبخ او بتتحط على الحوض في الحمام، على حسب بقى ما احنا ايه هنستعملها اهي. ومعانا واحده تاني، ومعانا واحده تاني اهي. دي المربعه. ممكن ان هي مثلا هتحطها وتحط اهي عليها الليفه اهي. دي الشكل بتاعها. هنشوف ايه تاني مع بعض. بعد كده بقى يا حبايبي معايا المشابك. المشابك اللي هي اللهم صل على النبي. المشابك الكبيره ديت للبطاطين. انا جايباهم لها دول من البطاطين. دول 4 هم مع بعض كده في الكيس. دول اهو. انا جايبه لها منها 2. جايبه دي وجايبه التانيه اهو. انا جايبه 2 من دول للبطاطين. ديت الحاجات زي ما قلت لكم يا حبايبي، الحاجات المنسيه اللي احنا بنفكر بعض بيها. بعد كده بقى يا حبايبي معايا اللهم صل على النبي، معايا المشابك خشب. انا جايبه لها البلاستيك وجايبه لها الخشب. دول كده الخشب اهو. انا كنت جايبه دول من السوق تقريبا 20 او 25 واحده تقريبا، كانوا ب10 جنيه. زي ما انا بقول لكم، حاجات ب5 وب10 وب20، بس بتعد معانا، بتعد معانا. وحاجات منسيه ممكن في وقت ان احنا بننساهم، بان احنا بنتكل على ان احنا عمالين نجيب في الحاجات الكبيره والحاجات التقيله بتاعتنا، وبننسى الروافع ديت. فالحاجات ديت يعني الام اللي بتنزل السوق من اي حاجه هتلاقيها، هتلاقي مشابك هاتيها، هتلاقي ليف هاتيه في قلب كرتون. الحاجات دي ولا بتبوظ ولا بيحصل لها اي حاجه، حتى لو قعدت سنه 2 3. يعني انا الحاجات دي ما جبتهمش في وقت واحد، بقالهم كذا سنه عندي. كل ما بنزل بجيب منهم حاجه. هنشوف ايه تاني مع بعض. اللهم صل على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. بعد كده يا حبايبي بقى معايا المشابك البلاستيك دول اهم. دول 12 مشبك اهم. دول شكلهم ال 12 دول ب10 جنيه. ودول يا حبايبي اهم 20 برضو. دول 20 مشبك اهم. دول شكلهم برضو دول ب10 جنيه. انا كده جايبه 2 باكيتين. وهنشوف ايه تاني. وبعد كده يا حبايبي بقى معايا المشابك دي اهي. دي كده شكلها معايا، دي نوع تاني. دول برضو 20 مشبك. دول برضو ب10 جنيه. دول شكلهم اهو. هنشوف ايه تاني برضو من المشابك. زي ما انا قلت لكم انا جايبه مشابك كتير. ومعايا يا حبايبي نوع تاني اهو من المشابك اهو. ده شكله معانا برضو ب10. واخر حاجه يا حبايبي دول ال20 مشبك دول. يعني كده انا اللهم صل على النبي جايبه لها كام واحد. هنشوف 3 4 اهم يا حبيبي. يعني انا كده جايبه لها اللهم صل على النبي جايبه 9 مشابك من دول. وجايبه المشابك الخشب، وجايبه المشابك اللي هي بتاعت البطاطين الكبار. وهي دي يا حبايبي كانت الحاجات اللي معانا النهارده. نتمنى يا رب ان هي تعجبكم. وان عجبتكم ما تنسوش تشتركوا معايا في القناه وتفعلوا لي الجرس، عشان باذن الله هتشوفوا معانا كل جديد، وهنشوف كل حاجه بنجيبها في جهاز العروسه معانا ده. نتمنى يا رب ان الحاجه بتاعتنا تعجبكم.